بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم حبيبة قلبي، نتمنى ان شاء الله تكونوا ديما بخير يا ربي. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم طاكوس البسكري، يجي مقرمش وبنين، بنته بنة البوراك. درتها لكم العجينة بمقادير مضبوطة، درتها لكم بالسميد والفارينة العجينة، والحشو درته كذلك فيه تالي الخضر. وبلا ما نطول عليكم لا فيديو، يلا نشوفوا طريقة التحضير مباشرة مع بعض. الكأس المعتمد عليه في الوصفة هو 220 مليلتر. حاجة الأولى نجيب واحد زلافة، ندير فيها 2 كيسان نتاع الماء دافي، مع ملعقة أكل سكر عادي، مع ملعقة أكل خميرة فورية. نخلط، من بعد نضيف هنا الملح على حسب الذوق، ثم نضيف هنايا كاس ونص نتاع السميد رطب، نزيد نص كاس. ندرب بالميكسور جيدا لمدة 5 دقائق حتى تشوفوا هذيك الرغوة دارت نقاط من فوق فقاعات كيما ديروا البغرير. دوك هنا من بعد ما دربتها لمدة 5 دقائق، ثم نضيف هنا نص كاس شاي نتاع الزيت النباتي. نخلط المكونات، من بعد هنايا نضيفوا الفارينة. وهنا اخواتي الفارينة على حسب ليتة العجينة وعلى حسب نوعية الفارينة. نضيفوا الفارينة تدريجيا بهذه الطريقة ونلموها، واللي عندها البيتخان دير بيتخان. من بعد هنايا ما لميتها اخواتي دهنتها بالزيت وغطيتها وخليتها لمدة 40 دقيقة تخمر. وهنا من بعد ما خمرت العجينة ديكازيتها كاع ودرتها على طاولة العمل، شكلتها كريات بالفارينة وخليتهم يخمروا. درت واحد 12 حبه غير باش ما نطولش عليكم لا فيديو. هنا جبت بابي كويسون ضروري يكون عندكم باش تحلوا العجينه، تدهنوه بالزيت، تجيبوا العجينه تاني تدهنوها بشويه تاع الزيت من الفوق، تحلوا بالحلال ولا بيديكم كيما تبغوا. الحلال الخير يساعدكم بتجي العجينه رقيقه، خاصه الاطراف رقوهم ما ديروهمش خشان. بهذه الطريقه ديروهم نورمالمون يجوا مستطيلين، ما يجوش مدورين، يجوا مستطيلين سيو لو ماكسيموم. درتهم في هذا الطاجين باش ندير في هذيك التراده، الطاجين تاع التريد نسيت درت فيه هذه. المهم معليش حسب تقدني هذه سي ليسونسيال خواتاتي. هذه كنت حميتها من قبل، دهنتها بشويه نتاع الزيت، نقصت الغاز وخليت هاد الورقه طيب لي. من بعد قلبتها على الجهه الثانيه كيما راكم تشوفوا. من بعد ما تحمر من تحت وتنشف كيما راكم تشوفوا دروك، هنايا نطفي عليهم ونخليهم على جانب. وهنا يا خواتاتي من بعد ما طيبتهم كاع وباش ما نطولش عليكم لا فيديو باش نروحوا نشوفوا الحشو، ها هو الورق تاع الطاكوس نتاعنا. بعد ما طيبتهم نخليهم على جنب. وهنا من جهه ثانيه بالنسبه للحشو نجيب هنا صدر تاع الدجاج، كان عندي كبير قطعته مكعبات باش يقدني وكاع، راه عندي العائله الله يبارك. ضفت هنا شويه نتاع الملح، درت هنا توابل الدجاج، راس مغرف صغيره تاع القرفه، شويه نتاع فلفل اسود، شويه نتاع سكينجبير، وشويه نتاع الكركم. وضفت هنايا نصف كاس نتاع 220 ملل نتاع البن، يعني كاس تاع لاتاي تاع البن. نخلط المكونات ونديرها في الاخر في الفريجيدير تشرب غايه الغايه. من جهه ثانيه هنايا نجيب واحد المقله ندير فيها فتيته نتاع الزيت، ندير فيها زروديه رابي. هنا درت واحد 3 حبات تاع زروديه ربيتها في الرقيقه، وزدت لها حبه تاع بصل كبيره قليتها بهذه الطريقه. ضفت شويه نتاع الملح ونديرها على النار. من بعد هنايا كي نديرها على النار ونقص الغاز ونخليها طيب لي ديك البصل مع الزروديه، نقلعها نصفيها ونديرها في طبسي، ونجيب هذيك المقله غير هي ندير فيها شويه نتاع الزيت، ندير فيها داك الدجاج نقلي غايه الغايه كاع. بصح انا الغاز هنا راني منقصت له. من بعد هنا كي تشرب لي كاع داك الماء تاع الدجاج وكاع، ضفت هنايا الخضر اللي قليتهم يعني الزروديه والبصل، وضفت هنا شويه نتاع القزبر، واللي عندها المعدنوس دير ضروري، انا ما راش عندي، وخليتها على جانب. بالنسبه لاصوص فروماج هنايا ندير 2 كيسان نتاع حليب نتاع 220 ملل تاع حليب، مع 2 مغارف نتاع الفرماج. هذا الفرماج مولي يا البنات نقسم لكم بالله الا بنين، فوندو بنين مولي سموه، شباب بزاف. ماشي راني ندير بوبليسيتي، حاجه اللي ندوقها نديرها نعطيها لكم. المهم ضفت هنا 2 مغارف تاع فرماج طاري، اي فرماج يكون عندكم، مع 2 مغارف نتاع الفارينه، مع شويه تاع الثوم بودره وشويه فلفل اسود، عندي بصل بودره اللي عندي درتها، ما عندكمش ما ديروا شويه تاع فلفل الكحل مع الفرماج، ويكثروا غير الفرماج وتجي بنينه لاصوص فروماج، هذا ما كان. المهم نخلط المكونات جيدا بهذه الطريقه.
بعد ضفت هنايا الفرماج الكودا. انا هذا هو الفرماج بريفيري عندي، ما عندي حتى فرماج اللي نبغيه. فرماج كودا هنا بقيت نرابي باسكو تلقى البنه تاع عنده بنين بزاف. هنا مهم زدت ضفت الفرماج، خلطت هكا، طفيت الغاز وخليتها خاص تجي شويه جاريه هكا ونخليها على جنب. نجيب هنايا هاد الورقه نتاع الطاكوس، ندير هنايا هاد صوص فرماج اللي خدمناها باش ما نطولش عليكم لا فيديو تاني خواتاتي. درت هنايا البطاطا مقليه قطعتها مكعبات، ضفت هنايا هذاك الدجاج كما راكم تشوفوا، ومن بعد هنايا زيدي الطوماطيش قطعتها مكعبات، كان اللي يبغي الخضره كان اللي ما يبغيش. هنا كلشي ياكلوه، حاجه تجيب لينا يليق لها. من بعد هنايا زدت رابيت الفرماج الكودا. انا كنت خدمت مايونيز، خدمتها بالفرماج والبيض. نسيت باش ندير لكم مهم ديروها، من بعد نعطيكم الوصفات، تكون ندير لكم فيديو خاص بها. نويتها بهذه الطريقه. تبغوا تطووه منا ومن نطوه، انا ما بغيتش نطويه باش يجي كبير، بغاوه طويل. دونك بلعت غير هكا ضغطت عليه باسكو هذاك الفرماج هو اللي بلع عندنا منا سي ليسونسيال بهذه الطريقه. شوف هيا درت هذا الزواج غير باش ما نطولش عليكم لا فيديو. كما راكم تشوفوا بلعته منا ومنا. هنا خواتاتي ضروري الطاجين ديروا فيه الزيت، ديروا فيه الزيت، خاصكم ماشي ديروا زيت كونتيتي بصح ديروا فيه الزيت كما نقولوا قد نص كاس تاع لاتاي تاع الزيت. هو خدمت هادو 3 كما قال لك، خليتهم يحمروا، الغاز راه متوسط ماشي ناقص، نحمرهم على هاد الجهه، من بعد قلتهم على الجهه الثانيه كما هكا. ومره ما كيشرب لكم هذاك الزيت عاودوا دهنوا، عاودوا ديروا شويه تاع زيت، كبوا شويه في بكاس تاع لاتاي، تكبوا في الطاجين باش يحمر لكم ويعطيكم هذا اللون، وتحسبوا راكم تاكلوه في البوراك خواتاتي. صدقوني لا تحسبوا بوراك راكم تاكلوا فيه. هنايا نحلي ما بغيتش نديره مبلع، قلت لكم بغيته طويل ما بغيتش صغير هكا، دونك درتها كيما هكا الورقه على حسب الورقه. سي ليسونسال خواتاتي كيما راكم تشوفوا. ها هو الطاكوس البسكري على اصولو، جا مقرمش بنين، بنته بنه البوراك، وراني نقولها لكم ونعاودها، جا ما شاء الله ما حسبتهاش كاع كيما هكا بنين. تشوفوا هذيك القرمشه، درت لكم الصوت على الفيديو باش تسمعوا، نقسم لكم واحد باش تشوفوا كيفاش جا ما شاء الله. نتمنى الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب تاعكم اخواتي، ولا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.